وكلما زادت العبودية داخل نفسك كلما ارتقيت. النهارده انا اسمي اتحفر في التاريخ. عمر بن الخطاب في أشد منه؟ لا طبعا. في أقوى منه؟ رائد الطب الباطني في مصر والشرق الأوسط. قالت له: أتحرمنا يا عمر مما أحله لنا الله؟ قال إيه؟ قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. الدكتور حسام موافي. أنا مثلي الأعلى في الحياة هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ايه النصيحة اللي ممكن تقدمها لهم؟ الجيل ده أحسن مننا، بالموبايل يجيب أي معلومة في ثانية. له حديث في منتهى الخطورة. تصور دي من الكبائر. ليه معظم الناس كده؟ وعزتك وجلالك لأغوينهم أجمعين. جريمة. ايه خطورته؟ أقول لك كلمة وتصدق؟ اتفضل. أصعب تشخيص أيام الرسول كان فيه طيارات؟ لا. يعرف منين الجو اللي فوق ما فيهوش أكسجين؟ 25 سنة عيان. عزام. قال لي فول مارك. ولكن هو بيضر نفسه. السمنة مرض خطير جدا. أقول لكل مدخن هتندم. رائد الطب الباطني في مصر والشرق الأوسط وأستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني. النهاردة أنا اسمي اتحفر في التاريخ. النهاردة ضيفي هو الدكتور الكبير الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، والأستاذ الكبير اللي احنا بنستفاد منه كل المعلومات، وأي معلومة في الدنيا احنا تربينا عليها كانت من خلالك وكبرنا عليها من خلالك يا فندم. أبدأ بالسيرة النبوية ولا أبدأ بالفرق بين دكتور الباطنة والباطن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. كلنا عبيد ونعم بالله. عارف كلمة وكلما زادت العبودية داخل نفسك كلما ارتقيت. صح. ليه؟ في واحد رئيسه هو كل حاجة في حياته، على وشك يسجد له. إنما الوحيد اللي بيتسجد له ربنا كل البشر بالله. زي بعض. احترم الناس ونعم بالله، لكن ما قلهش حد. لا، ولكن حضرتك قيمة كبيرة يا فندم، حضرتك علم كبير. اوعى تقولي كلام ده احسن، ده حرام. هقول لك حاجة. الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بيته زوج ولا نبي؟ زوج بس. ماناش في محاضرة ولا أنا في اجتماع بتاع بيبقى ليا شخصية تانية. تمام. ليه؟ لأن لازم أوصل المعلومة. إنما احنا هنا في بيتنا فاحنا كده. نمرة 2 عمر بن الخطاب في أشد منه؟ لا طبعا. في أقوى منه؟ لا طبعا. كان بينصح الشباب إن ما يزودوش مهر العروسة. اشمعنى بقى؟ كان الحالة المادية وقعت شوية، ففي خطبة جمعة نصح الشباب بعدم المغالاة في المهر. بعدم المغالاة في المهر. وقفت واحدة ست قالت له: أتحرمنا يا عمر مما أحله لنا الله؟ قال إيه؟ قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. ده مين؟ ده عمر بن الخطاب. فإحنا كلنا زي بعض، مفيش أي مشكلة. مفيش واحد لا فرق لعربين عنه إلا بالتقوى. العلم زي. وبعدين هو المرض بيعتق حد؟ ولكن حضرتك قدمت كتير للعلم كبير جدا. ولو اوعى تقول كده. فرق كبير جدا بالباطني والباطنة. ما فيش حاجة اسمها باطني. دي كلمة غلط. البطنة هي الأمراض الغير ظاهرة. بطنة. القلب أمراض بطنة، الصدر أمراض بطنة، الكبد أمراض بطنة. أي حاجة غير ظاهرة فتبقى أمراض الباطنة. إنما ما هياش باطنية زي ما الناس فاهمة إنها باطنية يعني بطني يعني. اسمح لي، دايما في اختلاط ما بين معظم الناس، يعني ما بين الباطني والبطنة. لا، هو أمراض بطنة. أنا تخصصي أمراض بطنة. تمام. عايزين نوصل للناس يعني إيه أمراض بطنة. أمراض بطنة هي غير ظاهرة. أمراض الصدر، أمراض القلب، أمراض الكبد، أمراض الكلى. كل دول علم عندنا في كلية الطب اسمه علم الأمراض الباطنة، أي الغير ظاهرة. لو اتكلمنا عن السنة النبوية شغلة دكتور حسام في حياته كلها. صح. عايز أسمع من حضرتك. صح. هقول لك ليه. لما شخص
بشر، ربنا يقول له وما ينطق عن الهوى، ما بيقولش كلمة من عنده. أخده قدوة ولا ما أخدوش قدوة؟ أما اللي يتقال له كده وما ينطق عن الهوى، يعني عمره ما كان مزاجه بقى كلامه. أخده مثل أعلى ولا ما أخدوش مثل أعلى؟ فعلا أنا مثلي الأعلى في الحياة هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ما يكذبش، ما أغضبش ربنا في كبيرة، ما شربش خمرة، ما زناش، وعلم ولادي هذه القدوة. مش أنا بس، ولادي كمان وبناتي يتعلموا هذه. ده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أنا عايز كل واحد يقرأ سيرته، سيرة الرسول، بس حاجة تانية خالص خالص. يعني علمك كبير. يعني أنا شخص من الناس لا يمكن أفوت لحضرتك حلقة أو أفوت لحضرتك يعني كلمة واحدة بس من كل الكلام العظيم اللي أنت بتقوله، والكلام اللي تربينا عليه اللي فيه قيم. حضرتك وجهة نظرك إيه في الأجيال الحالية بالنسبة للشباب اللي طالعة؟ إيه النصيحة اللي ممكن تقدمها لهم في التزامهم بالقرب من الصلاة والقرب من ربنا والقرب من السنة النبوية؟ الجيل ده أحسن مننا فعلا بمراحل. أنا أيام ما كنت صغير وداخل دكتوراه، فبعمل رسالة الدكتوراه بتاعتي كنت أروح مكتبة اسمها مكتبة النمر، كانت في العباسية. أيوة طبعا عارف؟ أكيد. أقعد بال4-5 ساعات أجيب واكتب بإيدي وكلام ده وأنا معيد. ما شاء الله. حاليا أي شاب صغير بالموبايل يجيب أي معلومة في ثانية أي معلومة هيجيبها في ثانية. خبرة الحياة اللي خدناها. يبقى مين الأحسن؟ الحصول على المعلومة بقى سهل. هو الكارثة الكبرى في الهيافة. بالظبط. اللي استغل المعلومة إنه يعرف أخبار الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا كلنا طبعا. له حديث في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة والله. أتمنى إن خطباء الجمعة كلهم يكرروه كل جمعة إن شاء الله آخر الخطبة. إيه هو الحديث؟ كبر مقتا على امرئ أن يتحدث بما سمع. تصور دي من الكبائر. بيقولوا أنت شفت حاجة؟ لا. كبر مقتا على امرئ أن يتحدث بما سمع. الموبايل كله كده دلوقتي، كله كده، كله وزر، فلان كده وفلان كده. طب انت مالك؟ انت شاغل نفسك بغيرك ليه؟ ما صلح مصايبك اللي جواك. ليه معظم الناس كده؟ الشيطان مش عاتق حد. ليه معظم الناس دايما بتتدخل في حياة بعض ويهتموا بأمور بعض ما يهتموش بأمورهم هم؟ الشيطان مش عاتق حد. الشيطان اطرد من الجنة، اطرد من الجنة. أقسم لله وعزتك وجلالك لأغوينهم أجمعين، استثنى مجموعة بس، إلا عبادك منهم المخلصين. مش المخلصين، انطقها صح، المخلصين اللي ربنا خلاه مخلص. هو مش مخلص، هو مخلص. فدول المستثنين. إنما الشيطان مش عاتق حد. ليه؟ اطرد من الجنة، وآدم هو اللي هيخش الجنة، واحنا أولاد آدم. فهو متغاظ منك، هو مفروس. أكيد طبعا. فقال لك وعزتك وجلالك لأغوينهم أجمعين. كلهم عغوين. اللي شارب خمرة غواية الشيطان، الزن غواية الشيطان، الحرامي، الكذاب. كل الصفات دي أنا بسأل كل الناس اللي سامعيني، لو ابنك اتصف ما فيهوش ولا صفة من دول مش تفرح بيه؟ أكيد. طب ما تفرح بابن جارك وابن جارك وابن جارك لما يبقى كده. الموبايل استخدم خطأ في معرفة الأخبار، وده مش صح للأسف. الناس دلوقتي بتحب الحاجات اللي هي تافهة زي ما بيقولوا. ولكن أنا وجودي هنا مع حضرتك يا فندم عشان توصل لأبنائك وأحفادك معلومات
من الكلام الراقي اللي حضرتك بتقوله دايما، اللي احنا بنحب نسمعه منك، اللي بينور لنا طريقنا لقدام. يعني انا اتربيت على حديث حضرتك وعلى معلومات حضرتك قلتها، يمكن ثقفت نفسي واتعلمت شويه من بعض الكلام اللي حضرتك لا ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك. فبرضه انا وجودي هنا عشان انقل المعلومه بتاعت حضرتك لكل الشباب اللي موجوده على منصات التواصل الاجتماعي يسمعوا علمك يا فندم. هقول لحضرتك حاجه، الجزيره العربيه قبل الرسول عليه الصلاه والسلام كان عندهم اخلاق ولا ما كانش عندهم؟ اكيد. ولذلك الايه بتقول ايه؟ انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. مش الاخلاق، الاخلاق كانت موجوده. مكارم الاخلاق، مكارم الاخلاق يعني عايزك تبقى سوبر. الاخلاق موجوده، ما كانش حد يتجسس على جاره ولا في العرب. ولذلك الايه خدت بالها كويس جدا، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. اين مكارم الاخلاق؟ الان من احنا فيه لا يوجد. الموبايل دهور الاخلاق جدا جدا. الى جانب ان هو جاب لي المعلومات بسهوله. بس هو كل حاجه لها الجانب السيء والجانب الحلو. فانا برجو كل واحد يسمعني، سيب الموبايل، خليه تليفون بس. تصدق بالله؟ لا اله الا الله سيدنا محمد. اقسم بالله العظيم انا ما اعرف واتساب يعني ايه. ورب الكعبه ما اعرف يعني ايه واتساب. انا التليفون بالنسبه لي مريض بيستنجد. ايوه. او جار او حد بيقول لي احنا مستنيينك كده زي ما انتوا عملتوا. امال افضل اضيع عمري في ان انا اعرف اخبار الناس؟ لا طبعا. ايه فايده كده؟ التدخين من وجهة نظر دكتور حسام موافي الطبية، وبرضو الأثر اللي بتسيبه التدخين. يعني التدخين يا كل واحد سمعني جريمة مكتملة الأركان. جريمة أقسم بالله العظيم، ربنا يحاسبني على هذا اليمين. جريمة، بس جريمة في حق نفسك. جريمة مؤخرة مؤجلة. هقول لك كل حاجة. أنا كنت بكالوريوس، دخلت للدكتور سيد سالم رحمة الله عليه، ده علمنا يعني إيه أمراض صدرية. كنت بحضر له بشغف ما شاء الله. فدخلت له في الامتحان بترعشت لأن هو قاسي جدا وأسئلته جامدة جدا. قال لي أنت مدخن؟ قلت له لا. قال لي برافو. طب لو مدخن تحب يجيلك سدة رئوية، ده مرض، ولا سرطان؟ سكت شوية كده، قلت السؤال ده وراه حاجة. قلت له ليه بسرطان؟ قال ليه؟ قلت له سرطان ده كلام ده سنة 68 لما كنت طالب في بكالوريوس. أيوة. مش اللي ايام دي. ايوه فاهم. قلت له ليه سرطان؟ 3-4 اشهر رحت اتكل على الله، ما تعذبتش. مرضت 3-4 اشهر وهموت. لكن سدة رئوية 5 سنين بنهج، و5 سنين بكح، و5 سنين رجلي ورمت، و5 سنين مش قادر اطلع سلم، و5 سنين مش قادر انام على ظهري، 25 سنة عيان عذاب. قال لي فول مارك. خطورة التدخين الناس فاهمة انه سرطان، لا، خطورة التدخين السدة الرئوية. سدة رئوية في حاجة هتقول فيها سبحان الله. اتنفس كده. ما لاحظتش حاجة؟ التدخين؟ لا ما لاحظتش حاجة. طبعا هتنفذ وانت تلاحظ. الهواء وهو داخل غير وهو خارج. اكتف، عضلاتي كلها اتحركت عشان ادخل هواء، لكن طالع باسيف من غير عضلات. يعني الهواء يخش بمجهود. ايوه. لكن يطلع لوحده. السجاير بتعمل ايه؟ بتضيق الشعب. طب وانا بدخل هواء مفيش مشكله، في عضلات شدته. أيوه. لكن ما يخرجش الهواء، لان الهواء الدنيا مسدوده قدامه فمش هيخرج. بس هي دي السدة الرئوية، دي كارثة ملهاش علاج اطلاقا غير تغيير رئة. وعشان اغير رئة الواحد ازرع له رئة عايز اتنين، مش زي الكبد والقلب والكلى، مش زيهم. زراعة الرئة عايز 2 متطوعين، اخد من ده فص ومن ده فص واحطهم للعيان. طب وليه؟
واعمل كده. خد بقى الجانب التاني، يسأل المرء عن 3: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أنا حسبت مرة الواحد شرب سجاير بكام؟ 1.5 مليون في حياته. هو مش داري، ما هو مش داري، هو كل يوم لأنها بالتقسيط. بالتقسيط كل يوم 100 جنيه 80 جنيه 90 جنيه، 1.5 مليون. وابنه مستخسر فيه جزمة، يقول له ما جزمتك حلوة بقى، عايز جزمة ليه؟ مستخسر يعلمه في مدرسة غالية شوية. طب ما انت صارف حارق فلوسك في السجاير. كل واحد سامعني بيدخن يراجع نفسه قبل يوم القيامة. ايه الخطوات اللي ممكن الواحد يمشي عليها عشان يقدر فول ستوب مرة واحدة؟ يعني السيجارة بقي ارميها، اقول اقسم بالله العظيم احطها بقي تاني. انا سمعت ان حضرتك اللي بيخش لك بيحلف على المصحف. بيحلف على المصحف. انت مدخن. للاسف. اقول لكل مدخن هتندم، بس التاريخ الندم، بس هتندم. جاي تندم السنة الجاية، السنة اللي بعدها، السنة اللي بعدها. تدخين خطير جدا اكيد على الصحة، ظروف صحة، وعلى الدين، وعلى المال. طب وليش مراتك ما بتشربش سجاير؟ ذنبها ايه تعيا؟ هتقول لي هي ملهاش فايدة. لا فوائد طبعا. ذا بيست انتي ستريس، احسن دواء طلع ضد الاسترس. ولذلك لو تلاحظ، لو في امتحان انترفيو في بنك تلاقي السجاير زادت. لماذا؟ لانه في ستريس في الامتحانات، ضغط عصبي. السجاير تزيد ليه؟ عشان داخل على الامتحان. فهو انتي ستريس. بس انا عندي مليون حاجه انتي ستريس غير السجاير. زي لو لعبت رياضه، ذا بيست انتي ستريس الرياضه. عمرك شفت لاعب كوره مكشر؟ لا. ليه؟ مش بيلعب رياضه. لا، في ماده بتطلع العضله بتطلعها اسمها اندورفين. الاندورفين ده يخلي مزاجك حلو. الماده دي موجوده في السجاير. اندورفين زي المورفين، بس اسمها اندورفين، يعني ما هياش مورفين، بس تخلي مزاجك حلو. دي في الرياضه. تلاقي مضيع جون، انت ضغطك بقى 200 وهو بيضحك. طب وبالنسبه للنيكوتين يا دكتور، النيكوتين فيه بريكانسرز، في اللي هي ما قبل السرطان كذا حاجه. في ناس قالت النيكوتين، في ناس قالت الزرع بيترش عشان الدوده، المبيد زي القطن، المبيد الحشري بيترش على الزراعه. قالوا ده المبيد هو اللي بيعمل سرطان. احدث النظريات ورقه السيجاره. عشان كده في ناس تقول لك انا اشرب سيجار، مش سيجار، او الجديد ده اللي من غير ورق. كله زباله. ممكن اعوض النسبه بتاعت النيكوتين دي في حبوب متواجده في الصيدليات حلوه، بس مش حلوه قوي. لها مشاكلها. اين الرجوله واين الاراده؟ هو ده السؤال. موجودة، ولكن القوه موجوده، ولكن الشيطان موجود في. طب ما انت عارف انه شيطان اهو. ولكن الشيطان يا دكتور. روتين الطعام طبعا زي ما حضرتك عارف في السنه النبويه، الرسول عليه الصلاه والسلام تلت للماء، تلت للطعام، تلت للنفس. حضرتك برضو وجهه نظرك ايه هو اهم حاجه في الدنيا حضرتك تعرف انك بتشبع ازاي علميا. لو عرفت بتشبع ازاي هيبقى صحتك زي الفل. طريقه الشبع؟ طيب طريقتين، في حاجتين يشبعوك. المعده قد كده، كلت المعده كبرت اما بتوصل حجم معين عصب يشتغل يقول لمركز الشبع ستوب. معدتك هتفرقع اكيد. طب انا اسالك سؤال الاول قبل ما اخش في الطريقه الثانيه، ده شبع ولا امتلاء؟ امتلاء. طيب انا كلت حاجه بسيطه وقعدت تلت ساعه، خلاص. انت بتتغدى جالك تليفون والتليفون طول شويه، تلت ساعه، تعرف تاكل تاني؟ لا. طب ما انت شبعت، بس بالطريقه التانيه. الطريقه التانيه في اعصاب تانيه في الامعاء، لما الاكل يوصل لها تنبه مركز يقول له لا ده كده اكل كفايه، بس عايزه وقت. في الحالتين انت شبعت، بس في الاولى كارثه الامتلاء،
عشان كده بعمل له تكميم. يعني ايه تكميم؟ يعني صغر معدته يشبع بسرعه، ما يملهاش. طب ما تشبع بالطريقه الثانيه. نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا ارقى حقيقه علميه في العالم هي اللي الرسول قالها من 1400 سنه. ما تشبعش هتبقى واحد تاني خالص. عمرك اللي تصاب السمنه مرض خطير. السمنه مش ظاهره، مش واحد رفيع وواحد تخين. انا لسه عندي سؤال عن السمنه كتير. لا، السمنه مرض خطير خطير. لو اتكلمنا عن السمنه، انا مش عايز احول حضرتك دلوقتي على السمنه. لا بس خلي بالك، الاكل هو اللي هيجيب السمنه. بالظبط كده. نوعيه وكميه. نوعيه وكميه. في حاجه اسمها سعرات حراريه. السعرات الحراريه لك رقم في اليوم، مفيش واحد فينا ملتزم بهذا الرقم. اكيد كلنا ماشيين بره. جرام النشا يديك 4 سعر حراري. جرام النشا الواحد 4 سعر حراري. جرام البروتين 4 سعر حراري. النشا زي البروتين، العيش زي اللحمه في السعرات الحراريه. هي وكسر، يعني 4 وكسر. جرام الدهن 9 سعر حراري، ضعف النشا والبروتين. يقول لك انا ما اعرفش اكل الفول اللي عليه شويه سمنه بلدي وزيت زيتون وزيت كل ده خطير جدا، لان الدهون بتدي سعرات حراريه عاليه جدا جدا. فانت بتحول اكلك من 2000 سعر حراري في اليوم ل 6000 من غير ما تحس. ل 6000 من غير ما تحس في اليوم. في اليوم انت لك 2000 ل 2500 سعر حراري لو كنت متوسط العمل. انما واحد بيشتغل صبح وبعد الظهر وبياكل عيش ومش عارف ايه ياخد 3000 3500. ست في البيت عندها 2 خدامين تاخد 1500 لانها ما بتشتغلش. فالسعرات الحراريه مهمه جدا تعرفها، تعرف قبل ما تاكل ده كام سعر. الخضروات بفضل الله عمل لنا حل للمشكله. الخضروات كلها 0 سعر حراري. الخضار كله ما تاكل طبق سلطه، طماطم على خيار على بصل على جرجير، كل ده ما يطلعش 15 سعر حراري. بينما الرغيف 100 جرام ف4 كارثه 400 سعر حراري. رغيف واحد اللي الناس بتاكل لك يقول لك انا ما اعرفش اشبع الا ب3 4 6 رغيفه و10 رغيف. في ناس بتاكل كده بالفعل ولكن هو بيضر نفسه. السمنه مرض خطير جدا. في ناس فاكره انه ظاهره، واحد رفيع وواحد تخين. لا، التخين ده اقول لك حاجه، اتفضل. اقسم بالله العظيم مضاعفات السمنه فهرس كتاب امراض بطن. مضاعفات السمنه، مضاعفات شريان التاجي، دهون الكبد، مفاصلك لان وزنك هيبقى تقيل على مفاصل، حالتك النفسيه. فهرس كتاب مضاعفات السمنه. مضاعفات بس انت كإنسان عايز تاكل كل وما تشبعش. قوم في نص الأكل اتكلم في التليفون، اعمل أي حاجة وهترجع تاني مالكش نفس. رأي حضرتك يا دكتور في حقن التخسيس اللي هما بيستخدموها دلوقتي منتشرة كتير؟ والله هي محدش قال أي حاجة في الدنيا علاج ملوش ضرر، لكن بنحط دايما لما يجي عيان يقول لي، أقول له أنت محتاج قلب مفتوح وأدوية، دي كفة ودي كفة، بنحط الكفتين مع بعض. دي سمنة وده دواء له ضرر، بس السمنة أضر، فأنا ما بخف شوية، ما عنديش أي مشكلة فيها. وما بقولش العيان ما تاخدش، لا خد، لأن السمنة زي بالظبط ما أقول لك هتعمل تكميم أو تحويل مسار، ما هي ألعن من الحقن. بس أنت في خطورة. واحد جالي في العيادة ده ولابس عمة وسبحة، وزنه 160 كيلو، وزنه 160 كيلو. فأنا قلت اما استفزه، قلت له حاجة بتصلي يا دكتور؟ ده عيب لما سألني سؤال انت مش شايف والزبيبة والكلام ده ازاي؟ قلت له ما قريتش القرآن، ما قريتش القرآن. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. بكى
قال لي انا قريت الايه دي مليون مره ما خدش بالي. انا كنت فاهم لا تطغوا فيه يعني ما تسرقوش الاكل. قلت له طب ما ناخد المعنى اللي في صالحك، لا تطغوا فيه، ما تزودهاش. ما تزودهاش على نفسك. وزنه 160 كيلو. 160 كيلو. بقالنا سنه حبايب، دلوقتي 90 كيلو ما شاء الله. بالايه كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. تخيل اللي بياكل ربنا غضبان عليه لو زود. ومن يحلل عليه غضبي فاتاه. بلاش نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. لا نشبع. حديث اهو. بلاش كلوا من طيبات ما رزقناكم زي ما قلت لك ولا تطغوا فيه. الأكل هو جريمة، بس إيه عيب الأكل؟ إنه حلو. يعني هي كل حاجة حلو. ما نصرفش في الشيء. اما تجيب لك طبق كباب حلو هتخلصه. طبعا هتستخسر تسيب. اكيد. دكتور حسام، طبعا حضرتك حد راقي جدا، ولكن سمعنا ان حضرتك شديد الانفعال. كلمنا عن الانفعال والعصبية الزائدة، ضررها ايه على الانسان؟ انا الحقيقة مش صح. انا شديد الانفعال في واحد بيعيب في الدين. ايوه بس تمام. بس انما واحد بيناقشني في الكورة ايوه اسيبه يقول اللي هو عايزه. يقول براحته بقى. براحته مش بتاعتي، لكن في حاجة انا فاهمها كويس اقدر انما واحد بيعيب في القرآن او في السنة ببقى شديد الانفعال جدا. انا هقول لك قصة جميلة جدا. اتفضل. صلاة الفجر دي بتحميك من في الشريان التاجي من الجلطات. الجلطات سمعت حضرتك فيها. ده مؤتمر في ألمانيا. فقلتها مرة في التلفزيون. واحد في الأهرام يعني نص صفحة بيهزقني وبيدخل الدين في العلم والعلم في الدين وهذا لا يصح ولا يجوز. يشاء العلي القدير إن الله يدافع عن الذين آمنوا. مين اللي رد عليه؟ دكتور مجدي يعقوب. ما شاء الله. من ديانة أخرى رد عليه. مش رد عليه هو، رد على الحقيقة. قال لازم الواحد يقوم الفجر يمشي في البيت وينام تاني. هو مش هيقول يصلي لأن ديانته أكيد. تخيل صلاة الفجر بتحميك فعلا. ليه؟ في مادة أول ما تنام تبتدي تعلى تعلى تعلى. لو فضلت نايم الساعة 8 الصبح تأذيك. لو صحيت الفجر تنزل صفر تاني وتبتدي تعلى مع النوم التاني. والمادة دي خطيرة جدا اسمها اندوثيلين. هو ما يعرفهاش. هو اللي اعترض على الكلام ده فاكر ان دي دروشة، ان ده دروشة. يعني بقول صلاة الفجر لها علاقة بالقلب. اللي رد عليه دكتور مجدي يعقوب. يعني معنى كده يا دكتور السهر الكتير برضو مضر جدا. هقول لك حاجة جميلة جدا. ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا هرمون اسمه كورتيزون. الكورتيزون زي اول كلمة مكتوب عليه essential for life. يعني ايه؟ اساسي للحياة. يعني لو منعت الكورتيزون منك تموت. خلاص. الكورتيزون له علاقة بالشمس. اول ما الشمس يطلع بيبتدي الكورتيزون يعلى 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 يعلى. عند المغرب يبتدي ينزل. بالليل تقريبا يبقى قليل قوي قوي. عشان كده مطلوب قياس كورتيزون لواحد بقيسها مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل. اقول له 8 الصبح و8 بالليل. ليه؟ عشان اشوف الغدة شغالة صح ولا لا. انت بالليل من غير كورتيزون ما تعرفش تشتغل. الكورتيزون ده حياتنا. خليك تمشي تتحرك تتنفس وقلبك. طب انت بتشتغل من غير بنزين بالليل. لو انت واحد بتسهر زي الطلبة اللي بيسهروا بيذاكروا انت شغال من غير كورتيزون. كورتيزون ملوش دعوه بيك، ده له دعوه بالشمس. ده العلماء غلبوا ايه علاقة الشمس بالكورتيزون مش عارفين. واحد قال عينك بتشوف الشمس فبتخش على العصب البصري تخش على الغدة النخامية. الغدة النخامية تطلع هرمون يشغل الهرمون اللي في الغدة اللي فوق الكلي ترتيبك. واحد رد عليه تحفة. جاب ناس عينيهم الاتنين متقلعة
ما عندوش عينين، لا نفس الريزم بتاع الكورتيزون. اخر ما وصلوا ليه الجلد، ان الجلد بيشوف الشمس. فالنهار يبقى فيه كورتيزون، والليل تقريبا ما فيش كورتيزون. فاللي بيشتغل بالليل بيشتغل من غير القوة الفعالة للجسم وهي الكورتيزون. مرض ضغط الدم حضرتك دايما بتهتم بيه جدا. ايه خطورته؟ خطورته اولا في التشخيص. التشخيص يفرق؟ اقول لك كلمة وتصدق؟ اتفضل. اصعب تشخيص في الدنيا تشخيص ارتفاع ضغط الدم العالي. ارتفاع ضغط الدم العالي اصعب تشخيص. هقول لك اللي حصل، والبيبر اللي عملتها واتنشرت في امريكا ودخلت في مجلداتهم وكتبهم. انا رحت، كان استاذي رحمه الله عليه اللي كنت احبه جدا جدا، دكتور عبد المنعم حسب الله. دكتور عبد المنعم حسب الله. كنت داخل كبير برضه، عايز اترقى، فاحنا بنترقى بالابحاث ايوه مش بالاقدميه. البحث اللي حضرتك. فرحت قلت له انا عندي بحث حلو قوي عايز اعمله بيه. كنت داخل مرعوش، لان فكره البحث فكره واحد حشاش، واحد في غرزه، ايوه مش دكتور. فقال لي عايز تعمل ايه؟ قلت له عايز اقيس الضغط للطلبه قبل واثناء وبعد الامتحان الشفوي. لكل الطلبه هعمل 1000 حاله ما شاء الله. فبص لي كده قال لي عايز تدرس ايه؟ قلت له عايز ادرس تاثير الانفعال على الضغط. بص لي كده قال لي توكل على الله. شميت نفسي، عملت 1000 طالب. ما شاء الله. في طلبه اثناء الامتحان 240 على 140، وكان 120 80 ورجع 120 80. ده اثناء الامتحان. يعني اثناء التوتر وانا متوتر ضغطي ممكن يعلى جدا. انا ذنبي ايه كطبيب؟ ذنبي ايه ان ده متوتر. واحد قاعد في العياده زياده شويه وتنرفز وضغطه، ودخل لي ضغطه عالي. وبالتالي من المؤسف تشخيص ضغط عالي من قراءه واحده. من المؤسف تشخيص ضغط عالي من قراءه واحده. تعريف بيقول لي تعريف الضغط العالي اول كلمه persistent، يعني مستمر معاك. persistent elevation above the normal، لازم يستمر. اقيسه مره لعالي ومره تانية عشان كده اخترعوا لنا جهاز جميل جدا اسمه هولتر. يتحط على الايد ويقيس 48 ساعه، كل تلت ساعه يقيس، وانت نايم وانت صاحي، وواحدة متخانقه مع جوزها هنعرف. وهكذا. تشخيص الضغط تشخيص صعب جدا جدا جدا. الناس معظمهم يعني عندهم المرض دوت، مرض الضغط والسكر والكلام ده، مش بياخدوا له الاهميه دي. تلت الشعب، 30% من الشعب. على فكره واحد بقى هيقول لك عشان اسعار، عشان مش عارف ايه. لا، 25% من فرنسا ضغطه عالي، اعلى. يعني ده كنت اقول للطلبه لو الناس ما جالهاش ضغط يتخرب بيتنا. شغلنا كله معظمه على مرضى ضغط. امريكا ضغطهم من 23 ل 27%، مصر 30%. مصر 30%. فاحنا تلت الشعب، يعني كل 3 ماشيين في الشارع في واحد عنده ضغط. ما بين كل 3. ايه للاسف بقى؟ قول انت بقى، ده امتحان. ان هو مثلا بيجي من الزعل او بيجي من التوتر طب ما للاسف الشديد انه ما يعرفش انه مريض ضغط. يجي لنا بمضاعفات. عشان كده هقول كلمه كل واحد يسمعها ينفذها. قياس الضغط شيء روتيني ومهم. روتيني، يعني من غير ما تشتكي روح شوف ضغطك كده. وبرضه لقيته عالي قيس تاني، لا يكون عالي مؤقت. الضغط مشكله كبيره جدا جدا جدا، احنا بنعيرها اهميه كبيره جدا، مش بس جدا جدا جدا. يعني القولون العصبي مرض شائع حضرتك عارف؟ شائع جدا جدا. هو قولون عصبي يعني ايه؟ يعني واحد عنده اعراض، لكن لما نعمل له منظار ونكشف عليه ما عندوش حاجه. امساك، اسهال، مغص، نقول له ده قولون عصبي. عندك عربيه تحفه، مش هقول ماركات عشان ما بقاش بعمل دعايه. اغلى عربيه في الدنيا لقيتها متدغدغه،
العيب في المصنع ولا في السواق؟ السواق اكيد. برافو عليك. القولون ملوش ذنب. مين اللي سايق القولون؟ الاعصاب. انت متوتر فحركه الامعاء مش سليمه، ده القولون العصبي. انما هو ما فيهوش حاجه، هو سليم. هو سليم، بس السواق اللي سايقه مش فاهم حاجه خالص، وده بيجي بقى في التوتر النفسي وكده. يعني كل ما هديت كل ما هتبقى انت سليم من كله، ضغطا وقولونا وقلبا ونفسيا، كل حاجه. الطموح العالي وحش قوي. الطموح العالي وحش. لازم طموحك يمشي هاند ان هاند كده مع امكانياتك. عيب لما واحد ما يعرفش يقرا ويكتب ونفسه يبقى وزير. اكيد طبعا. عيب طبعا. طموحك وامكانياتك هاند ان هاند ماشيين مع بعض. دكتور، العبوس اللي معروف بالاكتئاب، لا ده حاجه وده حاجه. ده حاجه وده حاجه. العبوس غير الاكتئاب. العبوس ربنا سبحانه وتعالى لام الرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة. عبس وتولى أن جاءه مين؟ الأعمى. طب ما يغضب الله إذا كان الأعمى ما شافوش؟ إذا كان الأعمى ما شافوش، هو كشر لواحد ما شافوش، إيه اللي يغضب ربنا؟ التكشير ممنوع. التكشير ممنوع. ده العبوس. ده العبوس اللي هو المكشر ده. العبوس ده عبس وتولى أن جاءه هو الأعمى. الله. طب ما هو أعمى يا ربي، إيه ما يغضبك يا رب في إن الرسول كشر لواحد ما شافوش؟ لا، ممنوع تكشر. العبوس. طيب والاكتئاب يا دكتور؟ ما هو الاكتئاب له مظاهر كثيرة جدا، طبعا مش شغلتي، شغلة أمراض نفسية، لكن الاكتئاب يعني بيبقى عدم رضا. عدم رضا. عدم رضا يعني كل ما الواحد رضي. طبعا ما بكلمش على الاكتئاب المرضي اللي عايز دكتور. في اكتئاب تصلحه لنفسك كده، تصلحه لوحدك. انما في اكتئاب عايز دكتور. اهملت لبسك، كنت دايما شيك، دلوقتي ما اهملت اكلك، ما بقتش تاكل. اهملت عملك، 3 دول في منتهى الخطوره. اي زوجه تحس جوزها اهمل لبسه او اكله او عمله، تاخده على الدكتور في الحال. لا يا ريت حضرتك تكرر الحته دي تاني مع اذنك يا دكتور. اي زوجه تحس ان جوزها اهمل لبسه، ما بقاش يلبس زي الاول، او اكله ما بقاش يطلب الاكل اللي هو يحبه، او عمله مش عايز اروح الشغل، على دكتور امراض نفسيه في الحال. تمام يا دكتور. طب لو اتكلمت رأي القرآن والسنة النبوية في مرض الاكتئاب؟ الاكتئاب طبعا هو ربنا ما يحبش ان احنا نبقى مكتئبين. كل ما تقربت الى الله بتكلم على الفسيولوجي. أيوة. يعني اكتئاب عادي مش مرضي. لا مرضي، انا اقصد المرضي. المرضي عايز دكتور. ده مواد بتتغير في الجسم وانزيمات، حاجات كتيرة جدا. انما واحد مش عاجبه حياته، مش عاجبه، ممكن يتعادل يعني، او عدم رضا. عدم رضا. انا رحت اشوف واحد اكشف عليه، كان صديق ابويا الله يرحمه، في الدور 26 على النيل. فلقيت البلكونه مقفوله. بقول له ما تقعدش في البلكونه. لا، البلكونه دي للضيوف، انا ما بحبهاش. قلت سبحانك الله، ده دي تخليك وايه بقى عنده اكتئاب غير عادي. ف في آية الناس فهمها غلط، وأما بنعمة ربك فحدث. حدث نفسك. حدث نفسك، مش حدث الناس. مش معقول أقعد في وسط الناس وأقول أنا عندي عربية كذا أكيد، وأنا ساكن في كذا، ما يصحش، ده تباهي. وأما بنعمة ربك فحدث نفسك. كل ما حدثت نفسك بنعمة ربنا عليك، يا ده جاري كان عنده سرطان قولون وعمل عملية وأنا لأ، احمدك يا الحمد لله. ده في الراجل اللي هنا ده مش لاقي حته يسكن فيها، ده ابنه سقط. كل ده حدث نفسك بنعمه ربنا عليك، هتبقى واحد تاني. الصعود لاعلى باتجاه السماء
في القرآن وفي السنة النبوية يعني كان بيقول ان ضيق الصدر او وصف ضيق دي الصدر. معجزة من معجزات القرآن. اللي فاكر ان الرسول صلى الله هو اللي كاتب القرآن، ايام الرسول كان فيه طيارات؟ لا. يعرف منين ان الجو اللي فوق ما فيهوش اكسجين؟ يعرف منين؟ ما يعرفش. اهو الآية اتقالت ومن يكفر نجعل صدره ضيقا حرجا كمن يصعد في السماء. يعني صدره يبقى ضيق زي اللي طالع سما. طب مش عرف الرسول صلى الله عليه وسلم الا لو كان وحي يوحى. فدي بس للي بيشكك. اللي بيشككوا احنا بس بنوصل المعلومه للناس اللي هي طلعت ركبت طياره ورشوا اكسجين في الطياره ففاهمين ان القران جايب الحاجه دي من قبل اختراع الكلام ده بكتير. لا طبعا من 1400 سنه. الطيارات ما بقالهاش 200 300 سنه. ايوه اكيد. انا سعيد جدا طبعا ان اتشرفت بحضرتك. انا يبارك لك يا رب. انا اللي سعيد ان احنا بنوصل معلومه لواحد قد يكون ما يعرفهاش. ان شاء الله. فانا سعيد بيك جدا جدا. ربنا يوفقك يا رب. ان شاء الله دايما في تطور، واخد وعد من حضرتك ان اجي تاني لقاء تاني ان شاء الله توصل لاولادك معلومات جميله من حضرتك يا فندم. ربنا يبارك فيك. انا سعيد جدا بسعادتك. الف شكر. اتفضل.